بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه روي ومراته نيكول، وكانوا بيقضوا أجازة على البحر. وبيروح روي يجيب حاجة من العربية وبتنزل نيكول المية، وبعد شوية بتحس بحركة في المية وفجأة بيهجم عليها قرش وبياكلها. وبيجي روي وبيشوف الدم على سطح المية فبينط بسرعة في المية، وكل اللي بيلاقيه هي أشلاء باقية من مراته، والقرش بيسيب المكان. بعد كده بنسمع تقرير عن حالة البيئة والمناخ العالمي، وبنعرف إن التغيرات البيئية أثرت على الطبيعة وتسببت في ارتفاع درجة حرارة مياه البحر والمحيطات، وده خلى الأسماك يغيروا مواطنهم باستمرار لغاية ما يلاقوا بيئة مناسبة ليهم. وبتعدي 5 سنين. النهاردة هو فرح تينا وتوم. تينا بتشتغل محامية في شركة محاماة، وتوم بيشتغل في حماية البيئة. وده أبو تينا بيقول خطاب للمدعوين وبيشكر في تينا بنته وإنه فخور بيها لأنها حققت أهداف كتير في حياتها ونجحت في شغلها، وطول عمرها معتمدة على نفسها في كل حاجة. وكل المعازيم بيكونوا فرحانين ما عدا سيدي أخت تينا، بيكون واضح عليها إنها متضايقة. وتينا وتوم كمان بيكون واضح إنهم مخبيين حاجة وإن في بينهم مشاكل. تاني يوم توم بيكون نايم على الشاطئ ببدلة الفرح، ولما بيصحى بيرجع الفندق، وبتكون تينا نايمة بفستان الفرح، وبنعرف إنهم زعقوا مع بعض امبارح. وبيجي يخبط عليهم ريك وراتشيندا أصحابهم، وبيقولوا إن ريك مجهز لهم مفاجأة وعايزينهم يخرجوا دلوقتي. وبعد شوية بيخرجوا يقابلوا أصحابهم وبيمثلوا إنهم مبسوطين. وريك بيكون مجهز لهم رحلة على يخت كهدية لجوازهم. وتينا وتوم بيحاولوا يرفضوا لأن الوضع أصلا بينهم مش متحمل، لكن أصحابهم بيصروا عليهم وبيضطروا يوافقوا في الآخر. وبعد كده اليخت بيتحرك وكلهم بيفضلوا يغنوا ويرقصوا، اما تينا وتوم بيفضلوا ساكتين وما بيتكلموش مع بعض حتى. بس بعد شويه بيبداوا يفكوا وبيندمجوا مع اصحابهم. وبتروح تينا تتكلم مع توم وبتقول له انا عارفه ان كان في مشاكل بينا في الفتره الاخيره، بس احنا ممكن نتخطى المشاكل دي ونلاقي حل وسط. وتوم بيقول لها احنا عايزين حاجتين مختلفين، مفيش حل وسط في الموضوع ده، وبينهي الحوار. وبتروح تينا تتكلم مع راتشندا، وسيدي اختها بتيجي وراهم. وتينا بتقول لهم ان هي وتوم بيفكروا يلغوا جوازهم، وبتقول لهم على السبب. والموضوع ان تينا بقالها سنين بتشتغل في شركة محاماة، واخيرا الشركة عرضت عليها انها تكون شريكة معاهم، لكن الاول لازم تخلص تصاريح لشركة بترول عشان يقدروا ينقبوا عن البترول في ألاسكا. وتوم لما عرف الموضوع ده حصلت بينهم مشكلة، لانه بيشتغل في حماية البيئة، والتنقيب عن البترول في المنطقة دي هيضر البيئة المائية وهيأذي الحياة البحرية هناك، ودي حاجة ضد مبادئه. وتينا محتارة ومش عارفة إذا كانت تقبل الشراكة اللي بتحلم بيها طول حياتها ولا تتنازل عنها عشان خاطر توم. وهي بتكون عارفة مخاطر الموضوع ده على البيئة فعلا، بس لسه محتارة. وسيدي أختها بتقول لها كده أحسن إنكم تطلقوا. وتينا بتطلب من راتشندا إنها تسيبهم لوحدهم شوية. وريك بيكون بيتصنت عليهم وبيسمع الحوار، وبريتني صاحبتهم كمان بتعرف. وتينا بتسأل أختها أنت ليه على طول ضدي؟ فبتقول لها سيدي أنا كنت على طول بقول إن توم أحسن منك ويستاهل واحدة أحسن منك. هو أخلاقه أعلى منك وقلبه طيب، واحدة زيك عمرها ما هتكون سعيدة مع واحد زيه. أنت طول عمرك كل اللي شاغلك الشغل وبس، ومش مهتمية بأي حد حواليكي. وتينا بتشوف اصحابها متجمعين بره بيتكلموا، وبتفهم انهم عرفوا موضوع مشكلتها مع جوزها وانهم ممكن يتطلقوا. وبريتني صاحبتها بتواسيها. وبعد شويه بريتني بتسيبهم وبتروح تتكلم مع توم، بتقول له لو عايز يتكلم في اي وقت فهي موجوده. وبتقرب منه وبتمسك ايده، بس هو بيشيل ايده وبيقول لها انه عايز يقعد لوحده شويه. بعد كده واليخت ماشي في الميه بيظهر قرش بيضرب اليخت من الجنب فالمرساه بتاعته بتقع. وقبطان اليخت بيفكر انهم خبطوا في صخره في قاع الميه، وبيحاول هو وتوم يرفعوا المرساه فبيختل توازن القبطان وبيقع في الميه، وبيرموا له طوق النجاه. بس فجاه القرش بيجي من تحته في الميه وبيهجم عليه وبياكل رجله. وبيقدروا يسحبوه وبيطلعوه على اليخت، بس بيكون خلاص بيموت، والقرش بيفضل يلف حوالين اليخت وبيختفي في الميه. وبتروح تينا تطلب مساعدة باللاسلكي، بس بيطلع ان الخبطة أثرت على اللاسلكي واتقطع سلك السماعة، وكمان ما بيكونش في شبكة في الموبايلات. وبريتني بتلاقي شعلة وبتكون هتضربها في الجو عشان حد يشوفهم، بس القرش بيخبط اليخت تاني فبريتني بتقع والشعلة بتتضرب غصب عنها وبتيجي في غرفة المحرك. وبتقع تينا في المية وهي أصلا ما بتعرفش تعوم كويس. وتوم بينط وراها عشان ينقذها، والقرش بيقرب عشان يهجم عليهم. وتوم بياخد تينا وبيفضل يعوم لحد ما بيوصل لطوافة من اللي في البحر، والقرش بيكون خلاص هيهاجم عليهم، بس بيوصل واحد بمركب بالصيد بتاعه وبيضرب سهم على القرش وبيخليه يبعد. والشخص ده هو توم اللي كان في الاول اللي القرش اكل مراته. وبياخد تينا وتوم على المركب بتاعه، واليخت بيكون بيولع بسبب الشعلة اللي وقعت في غرفة المحرك، فكل اللي عليه بينطوا منه وبيطلعوا على مركب روي. واليخت بيتفجر وبيغرق تحت المية، والقرش بياكل جثة القبطان. وكلهم بيشكروا روي انه انقذهم، وتينا بتطلب منه انه يرجعهم الفندق اللي نازلين فيه. بس روي بيقول لها مش هينفع لان في عاصفة مقربة ناحية الشاطئ هتحجب الرؤية وهتخلي الطريق صعب. وبيقول انه رايح يجيب شويه مستلزمات من المدينه وممكن ياخدهم معاه، ومن هناك يتحركوا براحتهم. والرحله دي هتاخد لها حوالي ساعتين تقريبا. وبيسيبهم عشان يبلغ خفر السواحل باللي حصل، وبيفضلوا هم يتكلموا. وتينا بتكون حاسه ان في حاجه غلط، بس سيدي اختها بتقول لها انت بس مش واثقه فيه لانك فاكره ان كل الناس زيك مش جديرين بالثقه.
وبيشوفوا على المركب قفص معدني كبير، فما بيكونوش فاهمين لو هو صياد سمك بيصطاد ايه بالقفص ده. وروي بيجيب لهم اكل وحاجه يشربوها وبيرجع تاني لدفه المركب عشان يتحرك. وبعد كده تيانا بتتكلم مع توم وبتشكره انه انقذها، وبتقول انهم ممكن يلاقوا حل للمشكله اللي بينهم. وتوم بيقول لها انا لسه بحبك، بس من ساعه ما اشتغلتي في الشركه دي وطموحك بقى عميكي لدرجه ان حاسس ان الشغل بقى هو الاولويه الوحيده في حياتك. وتينا بتقول له انت اتولدت في عيله غنيه وعمرك ما كنت محتاج لفلوس، بس انا غيرك، انا اعتمدت على نفسي من صغري عشان انجح في الكارير بتاعي وما بقاش على حد واقدر اعتمد على نفسي، فمش سهل عليا ان ارفض فرصه ان ابقى شريكه في الشركه وان اخيرا ما اكونش مجرد موظفه. وتوم بيقول لها انا متفهم طموحك، بس برضه المشكله لسه موجوده، انا مصمم على رايي ان اللي انت هتعمليه ده غلط وهيضر البيئه وانت مش عايزه تسيب الفرصه دي. وتينا بتقول له على فكره انا كنت مستعده اتنازل عن الشراكه دي لان عارفه ان ده الصح وانا مش هرضى اشارك في تدمير البيئه، بس انا ما قلتش كده في الاول لانك ما كنتش مستعد اصلا تسمع رايي. وروي بيكون شايفهم هما بيتكلموا وسامع المجادله اللي بينهم. ولما توم بيخلص كلامه معاها وبيقوم بيروح روي يتكلم مع تينا وبيقول لها انا كمان كنت متجوز. الجواز في اوله صعب ومختلف عن فكره الحب، بس المواقف الصعبه اللي الزوجين بيعدوا بيها هي اللي بتقوي علاقتهم وبتخليها تستمر سنين. وتينا بتساله عن مراته فبيقول لها انها اكيد مستنياه دلوقتي. وتوم بيكون سامعهم، وروي بيقول له الواحد ما بيعرفش قيمه الحاجه اللي في ايده غير لما بتضيع منه. بعد شويه الوقت بيطول بيهم في البحر، فبيروح ريك يتكلم مع روي وبيقول له احنا بقالنا كذا ساعه في البحر وما شفناش اي حاجه تدل اننا مقربين على المدينه، انت متاكد انك ماشي صح؟ انا مش شايف قدامك رادار ولا حتى خريطه. بس فجاه بعد لحظات كلهم بيبداوا يدوخوا وبيغمى عليهم كلهم، وبيطلع ان روي حط لهم منوم في الاكل. تاني يوم الصبح كلهم بيفوقوا وبيلاقوا ايديهم متكتفه، وبريتني بتكون موجوده جوه القفص الحديد، وروي بيقرب عليها بسكينه وبيفضلوا كلهم يترجوه انه يسيبهم ويفكهم. وريك بيقول له انا غني، قول المبلغ اللي انت عايزه عشان تسيبنا وانا ادفعه لك. بس روي ما بيكونش عايز فلوس وبيجرح بريتني بالسكينه والدم بيقع في الميه وبينزلها بالقفص في الميه. وبسبب الجرح اللي عمله القرش بيجي على ريحه الدم، والقرش بيهجم على بريتني بس ما بيقدرش يكسر القفص. وروي بيحاول يقتله بسلاح بيضرب اسهم، لكن الاسهم ما بتجيش فيه. وروي بيكون غضبان جدا وكل اللي هو شايفه قدامه لمحات من شكل مراته وهي متقطعه الاشلاء في البحر زمان لما القرش هجم عليها. وروي بيطلع بريتني عشان تاخد نفسها وبعدها بينزلها تاني للميه. ولما القرش بيهجم على القفص بيحاول روي يقتله بس برضه القرش بيهرب منه. وبسبب الخبط المتكرر من القرش على القفص قفل الباب بيتكسر، وبريتني بتفتح الباب وبتحاول تهرب من القفص وبتعوم عشان توصل للمركب، بس القرش بيجي وراها وبيهجم عليها وبيقتلها قدامهم كلهم. وروي بيكون متعصب جدا ان بريتني ماتت من غير ما يقتل القرش، وبيقول لهم اللي هينزل فيكم القفص دلوقتي يخليه في القفص زي ما هو ما يخرجش منه، القفص أأمن لكم من الميه، واديكم شفتوا بنفسكم اللي حصل لصاحبتكم، لو سمعتوا كلامي ممكن شويه منكم يرجعوا سالمين. ولاتشيندا بتكون تعبانه من تاثير المنوم لان عندها حساسيه منه، وبيجي روي ياخدها عشان يستعملها كطعم زي ما عمل مع بريتني عشان يصطاد القرش. وتينا بتفضل تقول له يسيبها وبيسالوه بيعمل كده ليه، فبيقول روي انه عايز ينتقم من القرش ده لانه قتل مراته من 5 سنين، ومن ساعتها هو بيحاول يقتله عشان ينتقم منه، وزمان شبك فيه متعقب عشان يقدر يحدد مكانه بدقة ومن ساعتها وهو بيطارده. وبيقول كمان انه جرب كل انواع الطعم عشان يجذبه بس ما نفعش، لغاية ما جات له فكرة انه يجرب الدم البشري وفعلا جربه كتير وبقى بيجيب الناس المشردين اللي ملهمش اهل وبيعملهم طعم للقرش، بس برضه ما كانش بيقدر يقتله والناس كانوا بيموتوا. وقال لهم لحسن حظي المرة دي لقيت المركب بتاعكم، وقلت لنفسي اني كسبت 6 اشخاص مرة واحدة هستخدمهم كطعم من غير اي تعب. وهما بيتكلموا بيشوفوا مركب لخفر السواحل جاي عليهم فبيفرحوا كلهم انهم خلاص هيتم انقاذهم، بس روي بيغطي توم وريك وبيهددهم انه هيقتلهم وبيصوب سلاح الاسهم على سادك، وبيهدد تينا انه هيقتل اختها لو ما خلتش خفر السواحل يمشوا. بيوصل المركب وبيكون عليه 2 ضباط وبيسألوا ان كانوا شافوا يخت قريب منهم، وبيكون قصدهم على اليخت اللي تينا واصحابها كانوا عليه، لان اليخت كان المفروض انه يرجع امبارح بس ما رجعش وعشان كده خرجوا يدوروا عليه. وتينا بتقول لهم انهم ما شافوش حاجه خالص، وبتقول لهم ان روي اخوها وان هي واخوها موجودين هنا من بدري بيصطادوا بس ما شافوش حد. بس ال2 ضباط بيشوفوا دراع بريتني طافي على وش الميه فبيطلعوا مسدسات، وبسرعه روي بيضرب الشرطيه بسهم وبيقتلها وبينط عشان ياخد سهم تاني، بس الضابط بيلحقه وبيهدده بالمسدس، والظابط بيقرب منه عشان يربط ايده بس روي بيزقه بسرعه وبيوقعه في الميه، والقرش بيوصل وبيهجم على الظابط وبياكله. بيحاول توم وريك يهجموا على روي بس هو بيضرب توم وبيضرب ريك برمح، وبيقدر توم يجيب ايديه من ورا ظهره وبيهجم على روي بس روي بيضربه وبيوقعه في الميه وما بيكونوش شايفينه.
وبيربط ايدين تينا بقفيز بلاستيك في سور المركب، وبيحاول ريك يتفاوض معاه وبيقول له احنا ممكن نلاقي حل، وممكن كمان نجيب ناس متخصصين يقتلوا لك القرش ده، بس انت سيبنا نمشي. وروي بيمسك ساطور وبيروح على ريك وبيرشق الساطور في البرميل اللي وراه، وبيهدده ان المره الجايه هيضرب الساطور فيه هو. وبيروح يشوف القرش بقى فين. وسيدي بتقول لتينا انهم هيعدوا من الموقف ده وهينجوا بحياتهم، وبتكون واثقه ان تينا هي اللي هتنقذهم. بس تينا بتكون محبطه وبتقول لها انت كان عندك حق، انا ما ينفعش حد يثق فيا ولا يعتمد عليا. وسيدي بتقول لها انا ما كنتش اقصد كل الكلام ده، انا تماديت جدا في الكلام، انت اقوى وانجح حد انا اعرفه. وروي بياخد راتشندا عشان يحطها في القفص، بس تينا بتوقفه وبتقول له ان مراته ما كانتش هتكون عايزاه يعمل فيهم كده. وبيقول لها معاكي حق بس انا عايز كده. وراتشندا بتستغل انشغاله في الكلام وبتنط في الميه على اساس انها توصل للمركب بتاع خفر السواحل، بس القرش بيجي وراها وبيطلع روي مسدس وبيضرب نار على القرش، بس الرصاص ما بيجيش فيه والقرش بيهرب. وراتشندا بتفضل تعوم عشان تهرب، فروي بيشغل المركب وبيمشي ناحيتها وبيقرب عليها وبيقطعها بمراوح المركب وبتموت، وبيمشي ورا القرش عشان يقتله. في الوقت ده بنشوف توم طافي على وش الميه ومغمى عليه من الوقعه، وبيفوق وبيشوف مركب خفر السواحل فبيفك ايديه وبيروح للمركب. وعلى المركب التاني روي بيكون مشغول في توجيه المركب، فبتقوم سيدي تاخد الساطور وبتقطع بيه القفيز اللي رابط ايد تينا، وتينا بتفك لها ايديها. وسيدي بتروح تشيل السهم من ريك، بتحاول تينا تهجم على روي بالساطور بس هو بيزقها، فبتاخد سكينه من على الارض وبتجرحه في ايده، وبيهجم عليها وبيحاول يخنقها فبتخلع الاسوره اللي لابساها وبتضربه بيها. وبيجي ريك وبيكون لسه هيضربه، بس روي بيمسك السلاح اللي بيضرب اسهم عشان يقتله، ولكن القرش بيوصل وبينط وبياخد ريك للميه وبيموته. وبيتبقى تينا وسيدي، وروي بيقول لهم مين فيكم هيدخل القفص الاول، وتينا بتقول انها هتدخل هي. وبيكون توم واصل المركب التاني وبيبلغ خفر السواحل باللي حصل وبيطلب المساعده، وبيتحرك بسرعه عشان ينقذ تينا. وروي بيخلي تينا تربط سيدي وبتدخل القفص وبينزلها تحت الميه، والقرش بيجي عندها وبيهجم على القفص وبيحاول يكسره، وروي بيفضل يضرب عليه اسهم عشان يقتله، بس برضه الاسهم ما بتجيش في القرش. وبسبب هجوم القرش على القفص السلك المعدني اللي ماسك القفص وربطه بالمركب بيتقطع والقفص بيغطس في قاع البحر، فبيروح روي ياخد سيدي وبيرميها في الميه عشان تجذب القرش ناحيتها. اما تينا فبسبب وقوع القفص في القاع السقف بتاعه بيتخلع وبتقدر تخرج منه وبتحاول تطلع للسطح، بس الاكسجين بيخلص منها وبتقدرش تتنفس وبيغمى عليها. ولكن فجأة بيوصل توم عندها ومعاه اسطوانة أكسجين أخدها من مركب خفر السواحل وبيقدر ينقذها. وبتكون سيدي قدرت تهرب من القرش وطلعت على المركب، وبتطلع تينا هي كمان على المركب، وتوم كان لسه هيطلع وراها بس القرش بيظهر وبيكون هيهجم عليه، فبسرعة بتاخد تينا سكينة من على المركب وبتنط على القرش وبتفضل تضربه في راسه بالسكينة. وروي بيشوف القرش وبيضرب عليه سهم، والمرة دي السهم بيجي في راسه والقرش بيغرق في القاع. وروي بيبص على شاشة جهاز التتبع اللي شبكه في القرش وبيلاقي جهاز التتبع ما عادش ظاهر وما عادش بيتحرك، فبيعرف ان القرش مات وانه اخيرا انتقم لمراته. وعلى سطح المركب بتكون تينا وسيدي وتوم لسه هيهجموا على روي، بس روي بيمسك الساطور وبيروح ناحيتهم عشان يقتلهم، ولكن سيدي بترمي عليه دم وبقايا سمك كانت على المركب، وتوم بيهجم عليه وبيقدروا يكتفوه، والقرش بيطلع انه لسه عايش وبيخبط المركب من الجنب، وتأثير الخبطة بيبعدهم عن روي، وبيطلع روي مسدس وبيهددهم بيه وبيكون هيقتلهم. وتينا بتشوف اسطوانة الأكسجين متوجهة في اتجاه روي، فبتضرب عليها بمفتاح والاسطوانة بتنطلق في اتجاه روي وبتخبطه وبتوقعه في المية. وروي بيفضل مربوط وطرف الحبل متثبت في المركب، وهما بيمشوا بالمركب وروي مجرور وراهم في المية وورا القرش، والقرش بيوصل عنده وبيفضل ياكل فيه وهو ماشي لغاية ما روي بيموت. وبيوصل خفر السواحل عندهم، وتينا وتوم بيقرروا يفضلوا مع بعض وما يتطلقوش، وبتقرر ترفض الشراكة في شركة المحاماة. وبعد كده بتغطس جمجمة روي في قاع البحر وبتيجي جنب جمجمة مراته لأن ده نفس المكان اللي ماتت فيه. وبعد فترة بتطلع تينا في بث مباشر وبتتكلم عن شركة البترول اللي متعاقدة مع شركة المحاماة، وبتفضح الأعمال اللي بيعملوها اللي بتدمر البيئة، وبتقول إنها ممكن تكون بتخاطر بوظيفتها بس هي ما تقدرش تسكت عن حاجة غلط زي كده. وبيخلص الفيلم. أتمنى يكون الفيلم عجبكم، متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا معانا في القناة عشان يوصلكم مننا أقوى الأفلام. سلام.